تفاصيل جريمة قتل بشعة، جريمة قتل رجل يعني حياة زوجته 15 طعن، ارتكاب جوز أخته جريمة البشعة. اتفضل يا فندم، قول لي إيه اللي حصل بالظبط؟ هو انا لقيت اختي اتصلت بيا اختي اتصلت بيا قبل الواقعة، بتقول لي ان جوزها خنقها بالليل. قبل الواقع بيوم؟ لا، في نفس يوم الواقعة. يوم الواقع نفسها؟ يوم تمام. الواقعة ان هو خنقها وهي خايفة تقعد وهتلبس وهتنزل هتمشي. هتروح على مين؟ على اختها؟ ولا قلت لها لا تعالي عدى عليا اقعدي معايا. تمام. قالت لي لا انا هروح لاختك ولا، وبقى انت تعالى ايه خدني. بعديها رحت قفلت معاها وخلاص مفيش حاجة. اتأخرت حوالي ربع ساعة أو نص ساعة، وبعدين بدأت أتصل بيها أطمن عليها أشوفها وصلت لغاية فين. لقيت ما بتردش عليا. رحت اتصلت بأختي ولاء لقيت موبايلها مقفول. بعد كده رحت أنا قعدت أتصل مرة اتنين تلاتة أربعة خمسة لغاية أما أنا قلقت. رحت طلعت على فوق، رحت ركبت الميكروباص ورحت ووصلت لغاية البيت وطلعت. في باب حديد على قبل باب الشقة بدور كده، قعدت اخبط على الباب بتاع الحديد. ترزيع جامد، محدش رد عليا. فتح لي جار اللي هو في الدور العاشر. أكيد أصلا إن في حاجة حصلت لأختك. ايوه، لان قبل كده رفع عليها سكينة واتصلت بيا ورحت هناك. وما رحت هناك رفع عليا مطوة وقال لي مش هتنزلوا، محدش هينزل من هنا. آه خلاني شكيت. والواحد ممكن يكون حصل لها حاجة. اللي هو حابسها، اللي هو يعني مش هتوصل ان هو يحصل الحوار ده. تمام. بعد كده لقيت نفسي، رحت خدت نفسي ورحت على المشوار ده على طول ورحت طلعت. قعدت اخبط مفيش حد بيفتح. الراجل اللي هو اللي في الدور العاشر راح قال لي ايه يا ابني في ايه الترزيع ده؟ قلت له اختي انا عمال اتصل بها ما بتردش. قال لي طب ما تكلم الحاج او كلم حسن شوفوا فين. تمام. رحت قلت له انا هنزل له تحت. خدت نفسي وركبت الاسانسير ونزلت ودخلت عليه لقيته قاعد في وشي. بقول له ايه تعالى طلعني لاختي، تعالى نطلع لاختي. راح قال لي خلاص. جه لغايه نص الطريق او تلات ارباع في زي طريق كده نخش عليه للعماره، تلات ارباع الطريق، وقال لي خد انت المفاتيح واطلع اطلع سابقني. وانا كده كده انا في حد جاي لي يعني حد مستنيني. وانا هخلص معاه وهطلع لك على طول. يعني انت اصلا اول ما رحت هناك لقيته جوز اختك اللي هو المتهم الرئيسي ان هو قاعد تحت بيكلمك عادي جدا؟ ما فيش اي حاجه، بيكلمني عادي كان. ولا جنه ذبح اختك ولا جنه في اي حاجه حصلت؟ ولا اي حاجه. تمام. بس خدت منه مفاتيح وطلعت. فتحت لقيت الباب الحديد اللي هو تحت ده متاخد تكتين او 3 تكات، ورحت فتحته وطلعت. ولقيت باب الشقه مقفول برضو بتكتين. رحت دخلت. اول ما فتحت باب الشقه لقيت شنطه اختي على الكرسي على الشمال محطوطه. دخلت في الشقه بامانه زي المجنون عمال ادور على اختي. فتحت الحمام، دخلت على الحمام اللي جوه التاني، دورت. دخلت اوضه النوم، دخلت اوضه الاطفال، دخلت كل حاجه. تمام. يعني اخر حاجه كانت المطبخ اللي هو الواحد اساسا مش في دماغه فيها. دخلت لقيت اختي مقتوله مرميه على الارض، وفي سكينه وفي مطوه محطوطه وفيها. انا خدت نفسي ونزلت اجري، قعدت اخبط ارزع في الباب اللي هو الراجل اللي في العاشر. قلت له اتصل لي بالاسعاف بسرعه، اختي بتموت اختي بتموت. جي اول ما كانت حالتي ضايعه خالص. ساعتها اختي بتموت، اتصل بالاسعاف. اتصل هو ساعتها بالاسعاف اتصل قصدي بالنجدة الاول، وطلب منهم يتصلوا بالاسعاف. وقال لهم انا ما اعرفش ضابط اتصل كذا. وبعدين نزل للست اللي تحت اللي هي اساسا سبب من الاسباب. قعد يخبط عليها في الاول، اللي هي جارته اللي هي سبب من الاسباب اللي احنا فيها ديت. قعد يخبط عليها في الاول، هي ما فتحتش. وبعد كده قعد بقى راح اتصل بها، رن عليها في التليفون. قالت له انا جوه في الشقه. قال لها انا خبطت عليك انت ما فتحتيش ليه؟ قالت له لا انا موجوده. طلعت ووقفت. وساعتها بقى هو طلع بعدها بحوالي 10 دقايق بتاع بيقول لي احنا سامعين زيعي وفي. قلت له انت قتلت اختي. قال لي قتلت ايه يالا انت هبل؟
قتلت ايه؟ انت هبل. وبعدين جت اتصلت اول ما جت بقى الحكومه، خدوني بقى الحكومه خدتني هناك القسم. هو اتهمني ان انا اللي قتلتها هناك، ان هو يعني سلوكها ومش سلوكها، واتصلت باخوها على الكلام يعني المنشور، واللي هو اتصل بيا وانا يعني ده كان قتلتها. اتهامه في المحضر. اللي هو هو بريء يعني ما عملش حاجه. اللي هو اتصل بقى بيا وبيقول لي سلوكي وسلوكها، وانا طلعت انا قتلتها، يعني اللي انا اللي قتلتها بس. وعلى الاساس ده هم بدأوا يتعاملوا معايا هناك في الاسم ان انا قاتل، تمام. لولا اللي هم لقوا دم على هدومه وبتاع. الناس احتراما قالوا لي اقعد يا ابني هنا. سألتهم ساعتها على عايز اطمن على اختي، خدوا منه الموبايل قفلوه، قالوا لي ده عشان مصلحتك ان انت ما تتكلمش دلوقتي في موبايلات ولا في حاجه، وراحوا خدوا شالوا الموبايل بتاعي وسابوه على جنب. بعد كده راح بعدها بشويه يعني عشان هو كان له علاقات مع الاسم وبتاع، خفت بقى، قلت في مش هيجي لي حق اختي حقها ضاع، لان الامنا والناس هناك عارفين والدنيا كانت عارفاه. قلقت لولا في يعني ضابط كده اللي هو اللي مسك القضيه المأمور ولا ما اعرفش مين، ضابط ساعتها قال لي يا ابني ما تخافش، وساعتها طلع لي الموبايل قال لي ده ابني ده دم يعني ده ودي. ده اللي انا هوريك، انا عمري ما عملت الحركه دي مع حد. الصوره دي صوره ابني، زي ما ابني ده ان شاء الله اعدمه لو ما جبتش حق اختك. بس قال لي اقعد انت هنا. قلت له طب اختي عامله ايه؟ قال لي اختك كويسه ما تخافش. يعني هم كشفوا الجريمه نفسها من نقطه دم على البنطلون عنده. اه دي اللي كشفت الجريمه كلها. وبعد كده النيابه بقى لقوا هناك الهدوم بتاعته فيها الدم اللي هو عمل بها الجريمه، واتصلوا بقى قالوا له لقوا الهدوم بتاعته اللي فيها الدم متشاله محطوطه فيها الجريمه. تمام. بس. وبعد كده هو بعد والمعارف كده راح اعترف حتى هناك صوروه ان هو الاعتراف بتاعه ان هو القاتل وهو اللي عمل الحق. ساعة ما يعني الدنيا اكتشفت راح هو اعترف ان هو اللي قتله وعمل الحوار. تمام. احكي لي تفاصيل، مثلا كان في خلاف بينهم قبل كده يعني قيمه 5 ايام قلت لي كان رفع عليه سكينه برضه. لا مش من خلال 5 سنين 5 ايام، لا ده من فترة من حوالي شهر ونص او شهرين حصل خلاف، ووصلت ان انا اما رفع عليا المطول بتاع طلقتها. رحت ساعتها كمان عملت له محضر في الاسم ان هو تهجم رفع سلاح وشتمها وضربها وتعدى عليها. وعملت له المحضر بالاساس دوت. تمام. انت شايف ايه سبب ان الخلاف بيدور بينهم يكبر بينهم بالطريقه دي؟ هو الخلاف كان بيتعاطى حاجه؟ هو عموما بيتعاطى، يعني حته التعاطى هو بيشرب مخدرات عموما، بيشرب حشيش وبيشرب المخدرات غير ان سبب من الاسباب اهله اللي هو والدته واخته واهله عموما، والست اللي كانت في الدور التاسع اللي هو اللي ليه علاقه بيها. تمام. لكن ما فيش مره اخت مثلا سكتك منه قالت لك مثلا ده بيضربني، ده بيتعدى عليا، متعدى ضرب عليا؟ هو بيضربها من غير اي حاجه، هو بيضربها. تمام. فكرت مره تقف له وتعترض له اللي هو بيعمله واللي هو ما انا كنت بروح وبعترض وبتاع، وكنت باخدها وامشي الاقيه بيتصل وبيعيط ليا في التليفون. ده انا اللي مربيها، انا اللي انا وبتاع. 18 سنه 18 او 20 سنه. ما فيش مره مثلا جت ما كانش في خلفه خالص؟ لا عيب منه هو؟ لا ما فيش خلفه. ما فيش خلفه. حتى في مره كنا قبل ما يقعد في العماره اللي هو قاعد فيها ديت، كانوا واخدين شقه في سكن في النزهه قدام عشان نتابع العماره. لان دخل علينا بطفل صغير لسه مولود بحبل سر كده، كان لسه مش متربى، مش معمول كويس. اخت قالت له ايه ده؟ راح قال لها ده ابني. قالت له ابنك منين؟ طب فين امه؟ قال لها امه جت رمتهولي ومشيت، وحتى انا اديتها فلوس عشان ايه تسكت. مع ايه؟ مالهاش ايه، انا ده ابني. راحت قالت له طب امه اديله امه خلاص، يعني اكتبه بامه وبتاع. قال لها لا، امه ايه جيت رميته وانا مش هكتبه ايه باسمها. وادها ساعتها فلوس الله اعلم بالسبب او البتاع. وبعد كده راح ايه اللي حصل؟ بعد كده راح كتبه باسمه وباسم اختي. بعدها بفترة بحوالي 2 أو 3 سنين في الحدود دي، جه قال لها ان هو ده الواد ده مش ابنه، ان هو هي يعني هيرميه وكده. راحت قالت له لا مش هنرمي احنا حد،
انا هخليه معايا، ما نجيش انت بعد احنا ربنا كويس وعملناه كويس وعملنا ان هو ابن لينا، ان احنا نروح راميينه. تمام. عايز اقول لك سبب المشاكل اللي بدأت كلها ما بين مثلا كان في سبب اهله، هم في سبب هم سبب فيها. غير برضو سبب ان اختي برضو اتعلقت بيه، لانها بقى سبب من الاسباب ان هو بقى يمسكها ليها زي 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 طعم، زي اي حاجة، ان هو ايه ياخد منها الواد. تمام. لدرجة ان اختي يعني اتعلقت بالطفل دوت. تمام. عايز اقول لحضرتك ان المتهم دوت اهله كان سبب اسباب خلافات بينه وبين اختك مثلا، كان ايوه خلافات هم اكيد. كانوا سبب. اكيد لان مشاكل على طول، ان هو يقولوا له ان هي بتعمل لك اعمال. لدرجة ان المرة الاخيرة اما هي مشيت وبتاع، جابوا اعمال رموها في الشقة، وزعوها في الشقة وصوروها ليه، وقالوا له بص مراتك رمي لك اعمال، وصوروها للناس اللي في المنطقة عندنا، ووروها بقى يقولوا ايه ادي ده مراتك اهي بتعمل الاعمال وبتعمل الحاجات ديت. تمام. كنت متوقع في يوم من الايام ان ينتهي الحال ان اختك تبقى يعني مقتوله ومذبوحه على ايد جوزها. انا اختي ما تستاهلش حاجة زي كده ابدا. انا اختي يعني ايه واحدة محبوسة في الشقة فوق يعني. ده انا كنت بتكلم معاها اما جوزها كان يعني اكون معاها في مكالمة وجوزها كان بيتصل بيها تقول لي اقفل عشان ارد على جوزي. كانت بتحترمه جدا، كانت مقدره جدا. احترام وحب شديد كانت برضه في علاقه حب جامده قوي بينهم يعني. هي كانت بتحبه، بس هو ما اعتقدش ان ده حب الضرب والاهانة وقلة الكرامة دي حب. تمام. شايف اللي حصل ده ايه الدافع اللي ورا الجريمه نفسها؟ ايه الدافع ان هو يعمل كل الكلام ده؟ هو يتعانى 8 طعنات وان هو مثلا يذبحها، ده ايه الدافع؟ هو يعني في تهور كده، بيبقى في حالة تهور. مش عارف. هو اختي يعني انا اللي شفته ان هي كانت لابسه هدوم الخروج اللي هي النزول بتاعتها، اللي هي نازله ماشيه. سايبه له البيت وماشيه يعني. معرفش ايه اللي يعمل ايه يخليه يعمل كده. يعني هي ماشيه، سيبها تمشي، سيبها تيجي طب شايف اللي انت يعني حقك نفسه وعايز ان حق اختك يجي لك، شايف ايه اسلم حل اللي ليك انت يعني؟ انا عايز دم اختي، ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. انا عايز القصاص، عايز حق اختي، مش عايز حاجه تاني. انا شايف ان هو مثلا ان هو يعني عمل حاجه ما كانش ينفع اصلا هو يعملها مع اختك بعد كل اللي عملته معاه. هو حياته في الاول كان يعني شغال في قهوة عند عمامه، شغال عند عمامه، ولهم ورث في القهوة ده بسيط، يعني حاجة بسيطة. اللي هو اخ من العمام دول كان شغال بياخد 50 جنيه ولا 70 جنيه في اليوم، ولا 50 جنيه، حاجات عبيطة ما تعيش اهله. وهو كانت اختي شغالة معاه في الاول كانت شغالة في مدرسة على باص عشان توفر معاه احتياجاته. وغير كده ان هي اللي جمعت له، عملت له جمعية عشان يسافر ويعمل قرش ويرجع. وقفت معاه يعني، هي كافحت معاه ووقفت معاه في كفعت كل معاه، حاجه. وبعد كده راحت سافرت معاه واشتغلت معاه هناك. كانت شغالة مدرسة للتلاميذ هناك. انا شايف ان هو ما قدرش عشره 18 سنه جواز ان هو في الاخر ان هو يقتل مراته بعد كل اللي هي عملته معاه. فين التقدير؟ قتلها. فين التقدير في كده؟ شايف ايه اللي ريحك انت كاخ اختك اتقتلت؟ شايف ايه اللي ريحك؟ عايز دم اختي. تمام. حابب توجه له رساله دلوقتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل.